الفنان والمخرج الكبير الاستاذ عبد الغني زكي. من خلال النت وجمهور فيسبوك هنقدم بس اضاءة على حضرتك، ونسأل سؤال بيسألوه الناس كلها. حضرتك فين من المسرح المصري؟ في بيتنا. بمعنى ايه؟ في البيت. طب ايه اسباب القعاد في البيت؟ يسأل في هذا الدكتور اشرف زكي رئيس البيت الفني المصري، هو عنده الاجابه. طب انا سمعت ان في احد الزملاء بصدد اخراج عرض التشريفة اللي سبق حضرتك عملته من اكتر من 15 سنة. ايوه. الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي، اذا على اعتبار ان هم يعتبروني متوفي. طب هل يحق في ميديا المهنة ان في زميل اخرج عمل وهو نفس العمل وصاحبه على قيد الحياة حد تاني يخرجه؟ يسأل في ذلك الدكتور اشرف زكي. يعني كله يسأل في ذلك الدكتور اشرف؟ هو صاحب الليله كلها، وصاحب الهيئه، وصاحب كل حاجه في مصر خاصه بالمسرح الدولي. يسأل هو. يعني هو الامر الناهي. يعني انت حضرتك قدمت مشروع في الهيئة واترفض مثلا؟ كتير، 4 مشاريع على سبيل المثال. ما اتعملوش. في حد غيرك عملهم يعني؟ لا، من المؤلفين محترمين اتقال لهم يعملوها بغير عبد الغني زكي، رفضوا لانهم محترمين. متصورين الناس اللي بتتعامل معاها مش محترمين. المؤلفين اللي انا اتعاملت معاهم ومقدم رواياتهم مؤلفين محترمين، مش هيعملوا الغلطه دي والسقطه دي. طب نقول يعني بعض المسرحيات اللي حضرتك اخرجتها على مدى التاريخ يعني للجيل الجديد يعني من الشباب يعرفهم؟ في الهيئه يعني؟ الهيئه او غير الهيئه؟ غير الهيئه كتير قوي، ده سوق ومعروف. انا عامل اكتر من 250 مسرحيه. يعني اشهرهم؟ في عندنا التشريفه في الهيئه والنوسيه وحكمه ابراءه واحنا هم وليفر تويست اللي هي حكايه راتبيليا، لحظه وداع، كل ده في الهيئه. روايات سياسيه وليها قيمه في المسرح المصري. اللي ما يعرفش بقى برضه المفروض اشرف زكي يكون عارف التاريخ ده بصفته المنوط به الحركه المسرحيه في مصر. طب انا شايفك متضايق قوي. ليه يا استاذ عبد الغني الدقيقه دي؟ شيء طبيعي انا ابقى متضايق، لان لما اشوف مسرح مفتوح وانا مش فيه لازم اتضايق. طب كلمه بس حد يقول لي ليه؟ يعني حد يقول لي ليه؟ طب ليه؟ يسأل اشرف زكي. وحضرتك اللي المفروض تجاوب. اجاوب ليه؟ ما انا ما عنديش اجابه. الاجابه عنده هو. ويطلع يقول كده الراجل ده ما بيعرفش يخرج، الراجل ده مخرج ضعيف، الراجل ده ما امنوش على عرض مسرحي تبع الهيئه، يقول عادي. طب من حقه يقول ده. طب اذا كان ده في الهيئه، طب القطاع الخاص؟ مفيش قطاع خاص في مصر. خلص، انتهى. لا يوجد. مات المسرح القطاع الخاص في مصر. واسبابه كتير. طب كلمه اخيره توجهها لجمهور الفيسبوك بعد اللقاء السريع ده؟ اتمنى يعتبروني مخرج مبتدئ ويدوني فرصه في الهيئه.